مرحبا ويسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم واهلا وسهلا بكل مشترك جديد انضم للقناة. وصفتنا اليوم وصفة مفيدة غنية بالفيتامينات والمعادن ومنخفضة السعرات الحرارية. الوصفة هي كبد الدجاج. خلونا نبلش. اول شي طريقة التحضير. نحتاج كيلو ونصف من الكبد، وحطيت معهم 3 حبات بصل وزيت زيتون بس وشوية بهارات. هي مكونات الوصفة. أول شي بنقطع الكبد قطع كبيرة، نشيل هاي الزوائد اللي لونها أبيض مثل ما شايفين. وهلا رح نحكي عن طريقة الغسل. مستحيل تطلع فيها نكهة زفارة بالأكل، مستحيل، بس غسلتوها بهاي الطريقة. أول شي بنحط فوق شرايح الليمون، بعدين كمية كبيرة شوي من الملح، يعني مثل ما شايفين بالفيديو نفس الشي بنحط. وبعد هيك بندعكن شوي وبناخدن على مي باردة باردة جدا، نغسلون بمي باردة بمصفاية. المصفاة لازم فيها ثقوب كبيرة عشان إذا فيها ذرات من الدماء أو هيك كلياتها تنزل بالمصفاة، تنزل كلياتها من الكبد. مثل ما شايفين بنرجع بنغسلها كذا مرة، وبنرجع بس خلصنا غسيل كمان بنحط فوقها شرايح ليمون وملح وبنغسلها للمرة الأخيرة. وهيك مستحيل تطلع فيها أي نكهة زفرة. هلأ هيك بنبلش تقطيع البصل. في عنا 3 حبات بصل بنقطعهم لشرايح مثل ما شايفين. وبطنجرة على الغاز بنحط كمية من زيت الزيتون. سر هي الوصفة بزيت الزيتون، لازم سر يعني لازم انتو تحطوا زيت زيتون، مستحيل تستغنوا عنه، لأنه هو اللي رح يعطيها النكهة اللذيذة مع البصل. طبعا بنحمر البصلة، بنحمصها لحتى تصير بهاللون تقريبا، تحول للون الأحمر، مو كلها هيك شوي يعني تحمر أطرافها. وبعد هيك على نار قوية كمان بننزل كبد الدجاج المغسولة مسبقا، نعمل لها تحريكة. أول شي بس أخذت لون من تحت، نعمل لها تحريكة، نتركها على نار قوية مدة 5 دقايق. متى ما صارت تنزل السوائل بنحط البهارات، واللي هي كمون وبابريكا ورشة صغيرة كزبرة، وإذا بتحبوا تحطوا بهار مشكل ما في أي مشكل، كمان بيعطيها نكهة لذيذة. بعد هيك بنعملها تحريكة وبنتركها على نار عالية شوي، وآخر شي بنخفف النار تحتها حتى تروح كل السوائل منها، خلاص بتكون هون صارت جاهزة معنا. هلا هيك شوي استوت. وبنقدمها جنب الخس. كتير كتير بيلبق مع الخس واللبن. وصحتين وهنا. ما بتتخيلوا قديش الوصفة مفيدة وسهلة كتير كتير. وصدقوني عودوا أطفالكم إنه تطعمون إياها لأنه كلها فوائد. وبشوفكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك. يلا سلامات.